عارف أكبر غلطة لعيبة الشطرنج بيعملوها؟ إنهم بيدخلوا يلعبوا ماتش من غير أما يعملوا خطة. هتقولي يعني أنا لو عملت خطة هكسب مش هخسر؟ هقولك مش شرط، بس ده بيزود فرصك في المكسب. مش بس كده، بعد الماتش بتقدر تحلله عشان تقدر تشوف خطتك كانت صح ولا كان ناقصها حاجة. بالمناسبة الشطرنج بيتكرر وأفكاره بتحصل كتير، يعني أنت ممكن خطة واحدة بس تعملها في ماتشات كتير جدا. هتسألني سؤال حلو، هتقولي طب أعمل خطة إزاي؟ هقولك كده، تخيل إنك رئيس دولة وداخل حرب مع دولة تانية. أول حاجة تيجي في دماغك إنك عايز تعمل خطة عشان عايز تكسب الحرب دي. بس عشان تعمل خطة صح لازم الأول هتعرف هتحارب إزاي، وإيه نوع الأرض المعركة اللي هتحارب عليها. يعني مثلا هتكون عن طريق الجو، خلال مثلا طيارات، ولا من خلال البحر عن طريق سفن بحرية أو غواصات، ولا عن طريق البر من خلال دبابات. نفس الكلام ده في الشطرنج. عشان تعمل خطة صح لازم تعرف أنهي أرض معركة اللي هتلعب عليها، وأرض المعركة في الشطرنج هي الوسط.